يؤسفني ان اقول لكم ده ضد التربية والدين، وده بينمي روح الانانية في الطفل، والطفل ده هيكبر مش هيفضل كده صغير زي ما هو. والمجتمع مش متحمل سوء تربية واخلاق، لان سوء التربية نتيجته كوارث في المجتمع اللي احنا بنشوفها دلوقتي. حاجات بسيطة جدا بنكبر مع الوقت واحنا مش حاسين بيها ولا متخيلين حجمها، وكل ده بيبدأ من البيت. الغنى غنى النفس زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش كل حاجة الفلوس، مش هي بس اللي بتغني او بتخلي العين مليانة. عايزة اوجه رسالة لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، لازم يكون فيه جزء من الحرمان يحصل مع اولادكم، مش كل حاجة هم عايزينها تجيبوها لهم. لو عملتوا كده النتيجة هتكون جيل اناني. عرفوهم قد ايه احنا في نعم كتير، وان في اطفال غيرنا عايشين حياة صعبة وبيعانوا من التهجير زي اطفال غزة وسوريا زي ما بنشوفهم كده، واطفال بيشتغلوا من هم صغيرين علشان يساعدوا اهاليهم. عرفوهم الدنيا فيها ايه وازاي فيه معاناة علشان يفهموا الحياة ويحسوا بالمسؤولية.